ورجعت لكم معاكم بوسي لاجمل واحلى الاكلات والحلويات. والنهارده هنعمل الفراخ البانيه بطريقه تانية خالص. هنعفرها بس في الدقيق، وهنعمل احلى فراخ ومكرونه بصوص الثوم الرائع. احلى حاجه ممكن تعمليها واحلى طعم ممكن تاكليه، واسهل طريقه. ويلا بينا على طول بقى. قبل ما نبدا وقبل ما نعرف الجمال دوت اتعمل ازاي، نشترك في القناه ونفعل الجرس عشان يجيلنا كل ما هو جديد مع بوسي لاجمل واحلى الاكلات والحلويات. ويلا بينا بقى على طول كده. هنشوف المقادير بتاعتنا بسيطة. أنا عندي هنا تقريبا نص بانيه أو صدور وعاملاه زي البانيه. عندي ملح وفلفل، وعندي توم باودر، وعندي قطعة زبدة، وعندي 4 معالق زيت، و3 معالق ليمون، والمكرونة اللي انت عايزاها. وطبعا التوم هو الصوص بتاعنا بالتوم النهاردة. عندي حوالي راس توم صغيرة مفرومة وشوية بقدونس. ويلا بينا نشوف هنعمل ايه على طول. اول حاجه اعملها، انا قلت الاكله دي هتتعمل في اقل من نص ساعه. هجيب الفلفل بتاعي وهرش الفراخ بتاعتي الوش، وهرش الناحيتين بالشكل دوت، واعملها بالملح والفلفل بس، وشويه توم صغيرين كده زي ما احنا شايفين. واعمل واحده واحده كده. مش هتاخد اي حاجه. وانا ولعت طاسه على النار، اعمل كله كده اهو. تمام زي ما احنا شايفين كده. طاسه على النار، وهنزل بحوالي 4 معالق زيت بالشكل ده. وطبعا على ما الزيت يسخن معايا، هتلاقيني حاطه هنا طاسه حله على النار عشان ما اضيعش وقت. بس ادي حله على النار علشان سليق المكرونه تبقى جاهزه. هي كمان هنزل بمعلقه زيت. طبعا الزيت ده بيخلي المكرونه تلمع وتبقى حلوه وهنزل بمعلقه ملح كمان، واسيبها تغلي على ما اخلص ده. يلا بقى ننزل بالفراخ بتاعتنا، نعمل لها صدمه كده. عايزينها تبقى متحمره وتبقى مستويه كمان. وهعمل واحمرها من ناحيتين. طبعا مش بوطي على الزيت خالص عشان انا عايزاها تفضل يعني تحتفظ بالميه بتاعتها ما تتحرقش. زي ما انتم شايفين انا عايزه احمرها خالص كده، اخلي لونها حلو لسه، وبعدين اوطي عليها اسيبها تكمل سواها خالص، يعني تستوي خالص يعني. كده جميل كده. اكمل اللي عندي. لما يبقى عندي زياده اللي بيتعمل كده احطه على جنب شويه، وانزل باللي ناقص عندي. نعمل الكميه بتاعتي كلها في نفس الطاسه. وكده تقريبا الكميه كلها اتحمرت اهي كويس قوي. بصوا يعني انا عايزاها بالشكل دوت كده متحمره وجميله. طيب هبدا بقى اللي انا هوطي عليها خالص واسيبها تكمل سواها كمان كده بتاعت 10 دقايق. هو اللون كده بقى في منتهى الجمال. اسيبها بس تكمل سواها شويه، موطيها خالص واسيبها. يلا بينا بقى الميه بتغلي، انزل المكرونه كده. هننزل بالمكرونه طبعا الكميه اللي انت عايزاها. انت بس المكرونه بس تقليبه صغيره كده، هي فيها زيت وفيها ملح، فالزيت طبعا بيديها لمعه ومش بيخليها تلزق في بعض خالص. واسيبها تستوي، وبعدين ارجع للفراخ بتاعتي. سيبها بقى براحتها كده.
كده بقى زي ما احنا شايفين الفراخ بتاعتنا تمام، مش عايزه اكتر من كده حاجه. هطلعها بقى خالص طبق لوحدها كده، هي كده تمام. طبعا انا طمنت ان بقت سوا خلاص، لان الفراخ اصلا مش بتستحمل، يعني هي اصلا مش هتستحمل. ويلا بقى هنشتغل في نفس الطاسه كده. طلعت الفراخ اهي تمام، في نفس الطاسه هشتغل. هنزل بالظبط بنص كوبايه شوربه او مرقه فراخ، او الشوربه المتوفره عندي، عشان اخليها تغلي غلوه كده، واطلع الحاجات اللي مطرح الفراخ اللي موجوده في الطاسه عندي. هديها غلوه كده معليه عليها، بحيث انها يعني تقل شويه، تتبخر الميه تبقى اقل، يعني نص الكميه اللي انا حطاها. زي ما احنا شايفين كده الشوربه قلت. هنزل بقى بمعلقه الزبده الحلوه دي كده، اخليها تسيح برده. الزبده دي بقى هتخلي الصوص بتاعي ملوش حل. شوح الزبده وكده تمام. الزبده ساحت خالص اهو. هننزل بقى، طبعا التوم هو النهارده الموضوع بتاعي، يعني هنزل بمعلقه توم حلوه كده. بس ريحه التوم اشتغلت على طول. توم مع زبده اوعى بقى، ريحه يعني ملهاش حل. وعندي هنا ممكن بقى مع التوم ده، قبل ما انزل بالليمون هنزل بحته كده بشر ليمون اهو. بشر ليمونه حلوه كده هتديني نكهه وطعم حلو قوي 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 للاكله بتاعتي. بس هي واحده بس كده تمام. وبعدين هنزل بقى بالليمون بتاعي. وعلى فكره انا صفيت المكرونه خلاص. يلا بقى هنزل، اظن الاكله يعني زي ما قلت اكله ربع ساعه يعني. هنزل بالليمون وكده تمام قوي. طبعا الليمون مع الثوم مع الكلام ده مية مية. احط بقى شويه البقدونس الحلوين دول. بعدين انزل بقى بالفراخ بتاعتي في الصوص. بصوا انا مش هقول لكم الريحه، الريحه بجد ملهاش حل. وطبعا لو حابه بقى تحطي شويه ملح وفلفل كمان حطي، مش حابه تستكفي باللي موجود في الفراخ، دي حريه شخصيه. انا بقى هنزل بالفراخ بقى كده بتاعتي دي تاني. اخلي الصوص بتاع الفراخ يجي عليها وش بتاعها كده. طبعا الريحه حلوه قوي. ولاحظي ان الفراخ اصلا فيها ملح وفلفل، يعني عشان ما نملحش الاكل بتاعنا. سيبها كده 3 دقايق تمام قوي. انا طمنت ان الفراخ خدت الصوص كله، بقت رائعه. يلا بقى هنشيلها. والصوص ده هنحط فيه بقى المكرونه بتاعتنا. بصوا اكله ربع ساعه حاجه كده ملهاش حل. مش كل مره هفضل اعمل البانيه بنفس الطريقه واعمل الفراخ بنفس الطريقه اطلع الكميه. بعد ما صفيتها هاخد الصوص بتاعي ده وهصفيه كده برضو كله كده، وهقلبه بيه. طبعا لان انا الطاسه مش هتاخد كميه المكرونه كلها. لو الطاسه عندك كبيره او المكرونه اقل حطي في الطاسه، بس انا مش هتاخد كده. بصوا بقى مش هقول لكم يعني طبعا بصوا بيدي لمعه للمكرونه، طبعا هيدي طعم حلو جميل قوي للمكرونه برضو. وكده انا الاكله بتاعتي تمام خلصت. شايفين ادي المكرونه كده تمام. شويه بس بقدونس صغيرين. ويا جماعه طبعا الفراخ انا معفراها في الدقيق، مش عارفه الفقره ديت جت ولا ما جاتش، بس بفكركم بيها قبل ما نحطها في الزيت. وطبعا زي ما احنا شايفين الشكل والطعم طبعا خرافه، ملوش حل، حلو قوي قوي، ويا ريت نجربها كلنا.
وطبعا التقديم بتاعها هيبقى بسيط قوي قوي. ان انا هبدا ان انا هحط المكرونه بتاعتي في الطبق بالشكل ده. لو عايزه بقى اللي انا هقدم يعني كده على طول. طبعا انا عايزه اقول لكم الصوص مخلي لونها جميل، وطبعا الزيت اللي احنا حاطينه مديها لمعه وحلوه قوي قوي زي ما احنا شايفين بالشكل دوت وديت. واحط معاها بقى الفراخ بتاعتي احلى. بصوا طبق في منتهى الجمال، طبق حلو قوي قوي. بس المكرونه بتاعتي باي حاجه خضره كده، كان شبت بقدونس، اي حاجه خضره انت بتحبيها، واكله زي ما احنا شايفين في منتهى الجمال. وبصوا الفراخ مستويه. هوريكم برده سوا الفراخ مع اني مش هدوقها، بس يعني على الاقل اوريكم السوا بتاع الفراخ. بصوا جمال، بصوا مستويه، بصوا تحفه، حاجه كده ملهاش حل، حلوه قوي 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 وفي منتهى الجمال وسواها جميل. ويلا بينا بقى على طول كلنا نجربها. وزي ما قلنا نشترك في القناه ونفعل الجرس عشان يجيلنا كل ما هو جديد مع بوسي لاجمل واحلى الاكلات والحلويات. وباي باي.